السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معي أخواتي في وصفة جديدة من وصفات شهيوات لبنى أم مهدي. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا معايا اقتراح اليوم، وكنتمنى لكم أيضا بداية أسبوع موفقة للجميع. غنشارك معكم اليوم أروع وأسهل فطائر لوجبة الفطور مع قهوة الصباح أو لوجبة الكوتي مع الشاي. من أسهل ما يكون، كيجيو خفاف رطيطبين كالقطن بدون حليب. فكنتمنى ان شاء الله اقتراح اليوم يعجبكم، وإلا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش من الدعم والتشجيع والبارطاج لتعم الفائده على الجميع. وبلا ما نطول عليكم دوزوا معايا تكتشفوا المكونات مع كيفيه التحضير. فهنا غندخل لكم مباشره في الطريقه، وفي نفس الوقت غنذكر لكم مكونات مضبوطه بقياس الكاس وكذلك بالميزان. هنا خديت واحد لوبول غادي نفرغ فيه 2 أكواب من الماء دافئ ما يعادل في المجموع 250 مليلتر. الكوب كيوزن 125 مليلتر. غادي نضيفو كيس من سكر الفاني من فئة 7 أو 8 غرام. نضيف أيضا ملعقة كبيرة من الخبز ما يعادل 20 غرام. كأس من السكر حبيبات ما يعادل 150 غرام. غادي نخلط هاد المكونات مزيان ونخليه تقريبا 5 دقائق حتى تفعل الخميرة وتبدا هكا كتطلق. ما تخليوهاش مدة طويلة، غير شوية يتفككوا داك الحبيبات. ومن بعد غادي نضيفو بقية المكونات. ضفت علبة من الياغورت بمذاق الفاني من فئة 110 غرام. انا استخدمت هذا الكريمي، ممكن تستعملوا اي نوع من اليوغورت متوفر عندكم حتى طبيعي، يعني راه مقبول في هذه الوصفة. غادي نضيفوا حبة بيض واحدة، رشة من الملح لتصحيح الذوق، كوب الا ربع من زيت نباتي ما يعادل في المجموع 90 مليلتر. ان شاء الله المكونات كامله غنحطهم لكم اسفل الفيديو مضبوطين باش نسهل على الاخوات هكا المبتدئات اللي كيبغيو يوزنوا المكونات كامله، يعني باش تنجح معهم ان شاء الله الوصفه. صافي هنا غندمج هاد العناصر مزيان باستعانه بالخلاط اليدوي. فكنحرك مزيان حتى تنسجم لينا الزيت والبيض مع الخليط الاول. بعد ذلك غادي نضيفو النواشف او الطحين. هنا ضفت 3 أكواب من الطحين الابيض او دقيق الفرص ما يعادل في المجموع 300 غرام، ونحرك بشكل جيد. هنا دائما المراحل الاولى كنخدموا غير بالفوي كيسهل علينا، حتى يبان لكم ان العجين بدات كتجمع وكتعقد عاد كتجمعوها بيدكم. صافي هنا من بعد ما دخلت داك الكميه من الطحين مع الخليط، غادي نضيفوا الفينو او الطحين الاصفر او دقيق القمح الصلب نوع جيد. كذلك غادي نضيفوا 2 أكواب ما يعادل في المجموع 200 غرام. وغادي نضيف كيس من خميره الحلويات من فئه 8 غرام. خميره الحلويات كتسهل علينا عمليه الاختمار وما كياخذوش معنا وقت طويل في الاختمار ديالهم، بالخصوص دابا فصل الشتاء، يعني صعيب ان العجين تختمر بسرعه. صافي هنا غنخدم هذا الطحين مع الخليط. انا غنخدم بيدي احسن، وغنستمر باضافه الطحين الابيض حتى تجمع لينا العجين. وفي هاد الدفعه الاخيره ضفت كوب، وفي الكوب الثاني غادي نضيفه على دفعات حتى يتجمع ليا العجين. كيف ما كتشاهدوا راه مازال خفيفه. هنا الكوب الثاني غادي نضيفه تدريجيا، فدخلت لي العجين تقريبا نصف كوب. غنذكركم بالكميه بالضبط. هنا عندنا في المرحله الاولى 3 أكواب من الطحين الابيض، المرحله الثانيه 2 أكواب من الطحين الاصفر، والمرحله الثالثه ضفت كوب ونصف من الطحين الابيض ما يعادل في المجموع تقريبا 4 أكواب ونصف. صافي من بعد ما جمعت العجين وحصلت عليها لينه وخفيفه ورطبه بهذا القوام اللي كتشاهدوا معايا، غادي نغطي عليها بالبلاستيك الغذائي، نغطي عليها بمنديل ونخليها في مكان دافئ حتى تختمر. الا هكا عندكم الجو بارد بزاف، فمن الاحسن انكم تسخنوا الفران على 40 درجه مده ربع ساعه، طفيو عليه ومن بعد كتدخلوا العجين راه دغيا كتختمر معكم من طبيعه الحال. من بعد ما كتختمر كتخرجوها، خليوها هكا في المطبخ مدة نصف ساعة أو لا 20 دقيقة، لأنها إلا كانت سخونة بزاف غيسهل تجيكم صعيبة في التشكيل ديالها. خليوها حتى تقبض راسها وتجمع. عاد من بعد غادي تفرغوها من الغازات كيف ما كتشاهدوا معايا على هذا الشكل. وغناخذ صينية الفرن اللي كنفرش ليها ورق الطبخ أو اللي كدهنوها بكمية من الزيت، وغنشكل من العجين كرات ونوضعهم في الصينية.
بالنسبه للوزن ديالهم فانا عملت فيهم 85 غرام. بالنسبه للاخوات اللي بغاوهم هكا كبيبرين شويه، بغيتهم هكا يجيوكم متوسطين، فغتعملوا فيهم ما بين 60 حتى ل 70 غرام. راه العجينه كتجي خفيفه صراحه وجميله بزاف، كتجي بحال الشهده. الا جاتكم صعيبه في التشكيل ديالها فكدهنوا يدكم بالزيت عاد كتقطعوا العجين. فغنستمر هكا حتى نشكل العجين بالكامل. هنا قربت لكم الصوره باش تبان لكم واضحه. كيف ما كتشاهدوا معايا راه كيجيو رائعين جدا، وعجينه اللي جميله بزاف واقتصاديه كذلك. غادي ناخذ قطع من الشوكولا وغنوضعهم في الوسط. من بعد ما غادي نوضعهم في القطع بالكامل، غادي نرجع ونشكلهم كرات مره اخرى، وكتخليو مسافه بيناتهم. في حاله ما بغيتوهمش يلتصقوا، بغيتهم يجيكم هكا ملتصقين فماشي مشكل. على العموم هاد الفطائر راهم كيتكالوا في ساعتهم وكيجيو صراحه لذاذين بزاف وخفاف بحال الريشه. في هاد الوقت اللي شكلت فيه هاد الفطائر غادي نشعل على الفران من الفوق ومن التحت درجه حراره عاليه تقريبا 250. كتخليوه يسخن مده ربع ساعه حتى 20 دقيقه. صافي هنا من بعد ما وضعت فيهم القطع بالكامل غادي نجمعهم، وراه ساهلين كيف ما كتشاهدوا. في هذه المرحله راه دغيا كتشكلوهم. نخليهم جانبا يرتاحوا ويضاعف الحجم ديالهم قليلا، بما انه يختمروا في المرحله الاولى الوقت الكافي، فهنا ما غياخدوش معنا وقت طويل. يعني الوقت اللي غيسخن فيه الفران مباشره غادي نمروا ان شاء الله ندهنوهم ونرشوهم بالزنجلان. هنا اول خطوه غادي نضغط عليهم قليلا هكا باطراف الاصابع ونخليهم جانبا. ومن بعد ما غيوجدوا غنتلاقاو باش تشوفوا معايا شكلهم النهائي. بالنسبه للاخوات اللي عندهم الفرن الغازي فمن طبيعه الحال كتدخلوهم لدرجه حراره عاليه، لكن النار كتجيهم من الاسفل فقط، وبعدوا عليهم النار، يعني طلعوهم الفوق الرف الفوقاني. غير كيبانوا لكم انهم بداو كيذهبوا شويه من الفوق كتنقصوا عليهم وخليهم هكا يتحمروا على خاطرهم من التحت حتى يذهبوا. من بعد نزلوهم للاسفل وشعلوا عليهم من الفوق يتحمروا كذلك، وكتقدموهم بالصحه والراحه. كان هذا اقتراح اليوم. هنا كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما خرجتهم مباشره قسمت لكم باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. صراحه كيجيو خفاف ورطيطبين ومهويين. فكنتمنى ان شاء الله اقتراح اليوم يعجبكم. الى عجبتكم الوصفه ما تنسونيش كيف العاده من الدعم والتشجيع والبارطاج مع الاهل والمعارف والاحباب اللي تعم الفائده على الجميع. كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، والمحتوى اللي شاركت معكم اليوم ينال استحسانكم. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه فمرحبا بكم. غتشجعوني بالانضمام بالضغط على المربع سبسكرايب مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. كنتمنى لكم دوام الصحه والعافيه، وشكرا لكم بزاف على الدعم والتشجيع ديالكم. خليت لكم الراحه، نتلاقوا ان شاء الله مع وصفه جديده واقتراح اخر. مع السلامه. وها هما دوم بعد ما اختمروا غادي ناخذ صفار بيضاء، غادي نضيف له ملعقه من الحليب والقليل من القهوه سريعه الذوبان، وكندهن الوجه ديالهم غير بالخف، ما تضغطوش بزاف باش يبقاو محافظين على الشكل ديالهم. وغنرشهم بالزنجلان او السمسم وندخلهم الفران. طريقه الطهي سبق لي شرحتها لكم في مجموعه من الفيديوهات اللي كنحضر فيهم هكا القرص او الفطائر. هنا بالنسبه للقرص فكيبغي درجه حراره عاليه في الاول حتى هكا كياخد الشكل ديالو وكينتفخ ويبدا شويه كيتحمر تقريبا 5 دقائق، النار من الفوق ومن التحت. غير كيبان لكم انه صافي انتفخ وبدا كيتحمر شويه، داك الساعات كتنقصوا عليه وخليو النار من الفوق ومن التحت مده تقريبا 15 حتى 20 دقيقه. راهم دغيا كيوجدوا. انا خليتهم على 180 درجه